مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم حأعمل معكم وصفة فطيرة الدجاج، وبإمكانك تستغلي بقايا الدجاج وتستعمليها بهالوصفة. حبلش إني أجهز العجينة. أولا حطيت كاستين مي دافيين وملعقتين من الخميرة وملعقتين سكر. ححركهم مع بعض وبعد هيك رح أغطيهم وأحطهم بمكان دافي ليختمروا. طبعا هالعجينة بتنفع لجميع أنواع المخبوزات. هون رجعت لها بعد 10 دقائق وصارت بهالشكل. هلأ رح نبلش إنه أضيف الإضافات التانية. ححط ملعقتين كبار من الحليب البودرة، أو إنه من البداية بحط كاستين حليب بدل كاستين المي. كمان رح أضيف ملعقة من الملح وملعقة من الخل الأبيض، وهون ضفت ملعقتين من اللبن الرايب. طبعا إضافة الخل واللبن بتخلوا العجينة كتير طرية. هلأ هون ضفت نص كاسة من الزيت، جزء زيت زيتون وجزء زيت ذرة. بخلطهم منيح مع بعض، وبعد هيك ببلش إني أضيف الطحين. هلأ بهالوصفة ححتاج تقريبا ل5 كاسات من الطحين. طبعا راح أضيف أول 4 ورا بعض، وبعد هيك راح أبلش بإني أعجن العجينة وأضيف الكاسة الخامسة تدريجي. لا تنسوا تضغطوا على كلمة اشتراك وتفعلوا الجرس على الكل وتحطوا لايك للفيديو. مثل ما شايفين هون بلشت إني أضيف الكاسة الأخيرة تدريجيا لحتى نحصل على عجينة متماسكة. طبعا ضروري بعد ما نخلص كاسة الطحين كاملة إني أعجن العجينة 10 دقائق، وبعدها أشيلها وأحطها بوعاء لمدة 5 دقائق على جنب لحتى ترتاح. وبهالأثناء إني أبلش أحضر الحشو. أنا حطيت ذرة ودجاج سلقته وشلته من العظم، وكمان حطيت فليفلة وبصل وكمان بقدونس. بالنسبة للبهارات حطيت ملح، فلفل أسود وكاري، وكمان حطيت بهار شاورما وبهار توم بودرة. بعد ما حضرت الحشوة ححطها على جنب وأبلش إني أشتغل بالعجينة. هون حفرغ الهواء من العجينة وراح أخد نص العجينة وأحطها على جنب أبلش أشتغل فيها. هلأ طبعا بالنسبة لصينية الفرن أنا حطيت عليها ورقة زبدة لحتى يكون أسهل بإني أحط العجينة عليها. مثل ما شفتوا هون فردت العجينة حسب مقاس الصينية ورح ألفها بهالشكل لحتى يسهل إني أنقلها على الصينية. حبلش إني أفردها بهالشكل، ولازم إني أضبط أطرافها يكون واصلة لجميع أطراف الصينية. هلأ هون هاي إضافة مني، حبيت إني أحط جبنة. طبعا بإمكانكم تحطوا أي نوع جبنة انتو بتفضلوها. بعد هيك رح أضيف الدجاج وأوزعه بشكل متناسق لحتى يكون من جميع الجهات متساوي. هلأ ضروري إنكم تبعدوا عن الأطراف لحتى لما نحط العجينة التانية نقدر إنه نمسكهم ببعض. ضروري جدا إنكم تجربوا هالوصفة، كتير زاكية وبنفس الوقت بتستغلوا بقايا الدجاج الموجودة عندكم. مثل ما شايفين هون هلأ الطبقة الثانية من العجينة راح أبلش بإني أفردها بهالشكل. وضروري إنه نخلي الطرفين ماسكين ببعض لحتى ما تفتح معي العجينة ويصير شكلها مش حلو.
هلأ بتحطوها بفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180، بتشغلوها من تحت وبعد هيك بتحمروها من فوق. هلأ أنا حبيت إني أعمل هالخطوة هاي إضافية، بإمكانكم إنه تستغنوا عنها. هلأ خليت العجينة ترتاح شوي لحتى تخمر، يعني تقريبا لمدة ساعة، وراح أبلش بإني أقسمها بهالشكل بإيدي لحتى يكون شكلها أحلى. كمان هاي الخطوة اختيارية، حبيت إني أحط جبنة برشتها، وبنفس الوقت راح أحط رشة حبة البركة، يعني بتعطي شكل حلو في التقديم. هلأ هون شكلها بعد ما طلعتها من الفرن، رجعت حطيت كمان شوية جبنة على الوش لحتى بس تسيح وتعطي الشكل هاد. هلأ هون شوفوا معي كيف العجينة كتير كتير طرية وكيف شكلها من جوا. طبعا هذا من إضافة الخل واللبن، ضروري إنكم تصيروا تحطوه بالعجين لحتى تحصلوا على هالقوام، ويعطيكم العافية.